تخيلوا معانا كده المشهد ده. سنة 1922 في غابة معزولة تماماً في سويسرا، مكان اسمه بوليجن. غابة بعيدة عن أي عمران أو أي إزعاج. عالم النفس الشهير كارل يونغ بياخد قرار غريب جداً، وهو إنه يبني برج من الحجر بإيده. برج حجري؟ يعني مش مثلا بيت ريفي كده للإجازات أو شاليه للاستجمام في الويك إند؟ لأ خالص، ده برج حجري حقيقي، مفيهوش أي مصدر للكهرباء، ومقفول عليه بمفتاح تقيل كده ما بيفارقش جيبه أبداً. يعني الواحد للوهلة الأولى ممكن يفتكر إن راجل في مكانته دي كان بيهرب مثلاً من ضغوط الشغل، أو واخد إجازة طويلة عشان يرتاح من المرضى بتوعه. طبيعي، ده التفكير المنطقي لأي حد بيسمع القصة دي. بالظبط. بس الحقيقة كانت العكس تماماً. يونغ كان بيبني حصن يحميه من العالم الخارجي عشان يقدر يغوص جوه أعمق نقطة في عقله. كان عايز يوصل لمستوى من التركيز الاستثنائي اللي يسمح له إنه يواجه ويتحدى أفكار أستاذه سيغموند فرويد. يعني كان محتاج مساحة ما فيهاش ذرة تشتيت واحدة. أيوة، عشان يقدر يولد أفكار ومفاهيم هتغير شكل علم النفس للأبد. القصة دي الحقيقة لفتت انتباهي جدا وأنا براجع المصادر بتاعتنا للدردشة بتاعت النهاردة. بصي، القصة دي بتعتبر المدخل المثالي لفهم جوهر استكشافنا التحليلي ده. التصرف اللي عمله يونغ بيجسد المفهوم اللي الباحث والكاتب كال نيوبورت بيطرحه بقوة في أبحاثه، واللي بيسميه العمل العميق. العمل العميق، المفهوم ده تقيل ومحتاجين نفككه كده بالراحة. جدا. لو بصينا للتعريف العلمي في المصادر هنلاقي إن العمل العميق هو الأنشطة المهنية اللي بتتم في حالة من التركيز المطلق، خالية من أي مشتتات خارجية، وبطريقة بتدفع القدرات المعرفية والعقلية للإنسان لأقصى حد فسيولوجي ممكن. وفي المقابل بقى المصادر بتطرح المفهوم الموازي اللي هو العمل الضحل، صح؟ مظبوط. العمل الضحل ده بيشمل كل المهام اللوجستية المتكررة اللي بنعملها وإحنا في حالة تشتت، زي إيه مثلا؟ زي الرد العشوائي على الإيميلات، ترتيب الملفات، أو حضور اجتماعات ملهاش جدول أعمال واضح أساساً. الفرق الجوهري هنا إن العمل العميق هو الأداة الوحيدة اللي بتخلق قيمة جديدة حقيقية وصعب إن حد يقلدها. في حين إن العمل الضحل مجرد تسيير للأمور اليومية. بالظبط، أو بمعنى أصح زي ما بنقول كده شغل عشان نفضل شغالين وخلاص. وهنا بقى النقطة اللي بتخلينا نحط إيدينا على الهدف الحقيقي من رحلة البحث دي. إحنا جمعنا مجموعة من الأبحاث في علم النفس الإدراكي وكتابات كال نيوبورت، والهدف مش إننا نقدم شوية نصايح سطحية عن زيادة الإنتاجية أو إزاي الواحد يخلص 100 مهمة في اليوم. لا طبعا، الموضوع أعمق وأكثر عاطفية من كده بكتير. أعمق بكتير. دي رحلة معمقة عشان نسترد السيطرة على عقولنا، عشان نلاقي المعنى الحقيقي والرضا النفسي في عالم مليان بالضجيج، عالم متصمم بخوارزميات بتسرق أعمارنا حرفياً من غير ما نحس، وبتحولنا لمجرد ماكينات بتعمل سكرول على الموبايل أو بترد على رسائل. التحول في زاوية الرؤية دي يا جماعة هو اللي بيكشف حجم المأساة اللي عايشينها. أدوات الشبكات اللي دخلت حياتنا زي البريد الإلكتروني ووسائل التواصل ومنصات العمل الجماعي ما سهلتش الشغل قد ما فتتت انتباهنا بشكل مرعب. دي حقيقة. التشتت بقى هو السمة الأساسية اليومنا. المصادر هنا بتستشهد بدراسة مهمة جدا عملتها شركة ماكنزي بتكشف أرقام بتعكس الواقع اليومي لمعظمنا. تخيل إن العامل في مجال المعرفة بيقضي حالياً أكتر من 60% من أسبوع عمله في الاتصالات الإلكترونية والبحث العشوائي على الإنترنت. 60%؟ يا نهار أبيض! ولا وإيه كمان؟ وحوالي 30% من وقته بيضيع في قراءة والرد على رسائل البريد الإلكتروني بس. يعني إحنا بنتكلم عن إن تلت العمر المهني بيتحرق جوه صندوق الوارد. ده شيء يخض جدا. الموظف ممكن يسيب مكتبه 20 دقيقة بس عشان يروح يعمل كوباية قهوة، يرجع يلاقي 50 إيميل ورسالة منتظرة رد فوري، وده بيخلق حالة من القلق المستمر. الأرقام دي بتشرح الإحساس اللي كلنا بنحسه في نهاية اليوم. عارف التشبيه اللي جه في بالي؟ إيه هو؟ الواحد بيبقى عامل بالظبط زي اللي بيجري على جهاز مشي أو تريدميل ومظبطه على أقصى سرعة، بيجري بكل طاقته، بيتصرب بعرق، ضربات قلبه سريعة جدا، وبينهج وحاسس بإرهاق شديد جدا لما اليوم يخلص. أيوة، بس المشكلة إنه لو نزل وبص تحت رجليه هيكتشف إنه متقدمش خطوة واحدة للأمام. مجهود جبار، استنزاف للطاقة،
بس مفيش أي مسافة اتقطعت ولا أي إنجاز حقيقي اتضاف لمسيرته. تشبيه عبقري وفي محله جدا. التفسير العلمي للحالة المجهدة دي بيتلخص في ظاهرة بنسميها المصادر الثقب الأسود المترية. الثقب الأسود المتري، الاسم نفسه يشد. أيوة، في الوظائف الحديثة المعقدة من الصعب جدا إننا نقيس تكلفة التشتت بالأرقام، وصعب كمان نقيس قيمة التركيز العميق في المدى القصير. ولأن العقل البشري دايما بيبحث عن دليل ملموس على إنه بيعمل حاجة مفيدة، الناس بتلجأ لا إراديا لأسلوب بديل مريح نفسيا. اللي هو إيه بقى الأسلوب ده؟ إنهم بيستخدموا الانشغال كبديل للإنتاجية. الانشغال الوهمي. بالظبط. يعني بما إن الشخص مش قادر يثبت لنفسه وللإدارة إنه أنتج فكرة عبقرية النهاردة، بيبدأ يقيس نجاحه بمدى انشغاله، سرعة الرد على الإيميل في أقل من دقيقة، التواجد في كل الاجتماعات، والظهور أونلاين طول الوقت. ده بيدي جرعة دوبامين سريعة وإحساس زائف بالإنجاز. إحساس زائف تماما، في حين إن القيمة الحقيقية اللي بتتبني بتكون صفر تقريبا. طب لو كان الانشغال الوهمي ده والعمل الضحل بيستنزف طاقتنا وبيسيبنا مرهقين وفاضيين من جوه، فإيه هو التأثير الفعلي للعمل العميق على أرواحنا؟ سؤال ممتاز، وده بينقلنا للبعد التاني. أصل المصادر هنا بتتكلمش بس عن مكاسب مادية، دي بتطرح بعد عاطفي ونفسي عميق جدا. بيبدأ بقصة استوقفتني بشدة، قصة الكاتبة العلمية وينفريد جاليجر. القصة دي مؤثرة جدا جدا. الست دي تلقت في يوم من الأيام خبر بيقلب حياة أي إنسان، تشخيص متقدم وصعب لمرض السرطان. الطبيعي إن العقل في اللحظة دي بينهار وبيستسلم تماما لدوامة من الرعب والتفكير المظلم. ده رد فعل متوقع لأي حد. بس هي أخدت قرار واعي وصارم، إنها مش هتسيب المرض يسيطر على انتباهها. قررت توجه تركيزها وانتباهها للأشياء العميقة والإيجابية في حياتها اليومية، سواء كتابة أو حتى الاستمتاع بتفاصيل صغيرة جدا وتجاهل المرض قدر المستطاع. التجربة القاسية دي وصلتها لاستنتاج بيعتبر من أهم قواعد علم النفس الإدراكي، اللي هو عالمك هو ما تنتبه إليه. بالظبط كده. المعنى هنا إن طبيعة الحياة اللي بنعيشها مش بتتحدد بالأحداث اللي بتحصل لنا، بل بتتحدد بالأشياء اللي بنقرر نديها انتباهنا. التركيز العميق بيشتغل كدرع حماية للعقل. درع حماية؟ إزاي؟ لما الإنسان بينغمس تماماً في عمل عميق، العمل ده بيملى المساحة العقلية كلها وما بيسيبش أي فراغ أو سعة متبقية يقدر العقل يستهلكها في القلق، التوتر، أو حتى التفكير في التفاهات والمشاكل اليومية الصغيرة اللي بتولد الإحباط. يعني نقدر نقول إن العمل العميق بيجبر الدماغ على تجاهل الفوضى. أيوة، بيجبره يقفل البيبان على أي مشتتات سلبية. التفسير ده بيخلينا نفهم الحالة اللي عالم النفس اللي هو اسمه تشيكسنت حاجة ده كرس حياته عشان يدرسها. تشيكسنتميهالي؟ الاسم صعب شوية بس نظريته عبقرية. أيوة هو ده. الحالة اللي سماها التدفق العقلي أو الفلو. الأبحاث بتاعته دمرت الفكرة التقليدية اللي بتقول إن البشر بيكونوا في قمة سعادتهم وهم مسترخيين على الشاطئ وما بيعملوش حاجة. دي فكرة مغلوطة تماماً. الحقيقة المثبتة علمياً هي إن السعادة الحقيقية والرضا العميق بيحصلوا لما العقل يتمدد ويتحدى قدراته لإنجاز شيء صعب. حالة الاسترخاء الطويلة بتسيب مساحة للعقل إنه يبدأ يختلق مشاكل. مظبوط، الفراغ بيجيب أفكار سلبية. لكن حالة التدفق بتوحد كل طاقة الإنسان في اتجاه واحد، والعمل العميق هو البيئة الوحيدة اللي بتسمح لحالة التدفق دي إنها تتولد وتستمر. ده بياخدنا لقصة تانية في المصادر بتجسد فكرة التدفق دي بشكل ملموس جدا، وهي قصة الحداد ريك فورر. قصة غريبة بس معبرة قوي جدا. الراجل ده شغلته إنه يقف قدام فرن نار حرارته بتوصل لدرجات مرعبة، وبيضرب كتل المعادن بمطرقة تقيلة لساعات طويلة ومجهدة جدا، بس عشان يصنع سيف واحد على الطريقة القديمة. مجهود بدني جبار. أيوة، ولما بيتسأل عن السبب اللي مخليه مكمل في الشغلانة القاسية دي، بيقول إنها بتديله رضا روحي ومكانة في العالم. الحرفية دي بتخلق معنى. والرسالة الأهم اللي كان نيوبورت بيأكد عليها إن المعنى ده مش حكر على الحرف اليدوية. بالظبط. الإسقاط هنا هو إننا نقدر نوصل لنفس مستوى الرضا الروحي والحرفية النبيلة دي حتى لو كنا بنكتب سطور معقدة من البرمجة، أو بنحلل بيانات معقدة، أو بنحط خطة تسويقية لمنتج. السر أبداً ما كانش في نوع الوظيفة أو المسمى الوظيفي. السر كله في النهج، في طريقة تعاملنا مع الشغل،
ومدى احترامنا للمساحة اللي بنركز فيها. كلام سليم جدا. بس لو اتنقلنا من الجانب الفلسفي للواقع العملي بقى، السؤال اللي بيفرض نفسه بقوة هو إزاي شخص متعود على التشتت وتليفونه بيجيله عليه إشعارات كل ثانيتين يقدر يغير مسار حياته ويطبق الكلام ده؟ المصادر بتجاوب على السؤال ده من خلال رحلة تحول حقيقية لشاب اسمه جيسون بين. جيسون كان شغال مستشار مالي في وظيفة مكتبية تقليدية جدا. وظيفة من بتوع من 9 ل5 دول. بالظبط. وفي يوم من الأيام اكتشف حقيقة مرعبة. وظيفته بكل تعقيداتها وجداولها ممكن استبدالها ببرنامج إكسل بسيط أو سكريبت صغير يخلص شغل الأسبوع كله في ثواني. يا خبر، إحساس صعب قوي إن الواحد يكتشف إنه قيمته في الشغل ممكن آلة تعملها. أدرك إنه لو فضل في الشغلانة دي هيتم استبداله بآلة عاجلا أم آجلا، فقرر يستقيل ويتعلم البرمجة عشان يزود قيمته المعرفية في السوق ويشتغل في مجال بيعتمد على العمل العميق. قرار شجاع. بس بمجرد ما بدأ اصطدم بجدار صلب. الجدار ده كان عقله نفسه. أنا فاكرة الجزء ده كويس. لما جيسون فتح كتاب برمجة عشان يتعلم، لقى نفسه كل دقيقة بيسيب الكتاب ويروح يفتح فيسبوك أو يتشيك الإيميل، برغم إنه هو اللي واخد قرار التعلم بملء إرادته. الدماغ كانت برمج حرفياً على التشتت وما كانش قادر يستحمل ألم التركيز. عشان كده الحل اللي عمله جيسون كان جذري. حبس نفسه في أوضة ما فيهاش أي أجهزة كمبيوتر ولا إنترنت. اعتمد على كتب برمجة مطبوعة وبطاقات تعليمية كان بيكتبها بإيده وقلم تمييز. رجع للأساسيات خالص. أيوة، كان بيقرأ ويكتب ويشرح لنفسه بصوت عالي. في البداية المعاناة كانت جسدية ونفسية، بس العقل عامل زي العضلة. مع التدريب المستمر على تحمل العزلة دي، قدر بعد فترة إنه يوصل ل5 ساعات متواصلة من التركيز العميق. إنجاز مش سهل أبداً. النتيجة كانت إنه اجتاز أصعب معسكرات البرمجة واشتغل في وظيفة أحلامه. بس ثانية واحدة كده. اتفضلي. قصة جيسون ملهمة، بس هل يعقل إن الحل الوحيد هو الاستقالة وحبس أنفسنا في غرفة معزولة؟ أليس هذا مستحيلاً لمعظمنا؟ أنا مستحيل أسيب شغلي وأقفل على نفسي. اعتراضك في محله تماماً، ودي أول فكرة بتيجي في دماغنا كلنا. هل من المنطقي إن أي شخص عادي عنده التزامات وإيجار وعيلة إنه يسيب شغله ويقفل على نفسه أوضة ما فيهاش إنترنت؟ الإجابة القاطعة من المصادر هي لا. الحمد لله. مش لازم نكون جيسون بين أو نبني برج حجري زي كارل يونغ. هنا بيظهر مفهوم في غاية الأهمية بتطرحه المصادر اسمه آلة اليودايمونيا. مصطلح اليودايمونيا ده بيرجع للفلسفة اليونانية القديمة، صح؟ ومعناه ببساطة حالة الازدهار الإنساني أو الحياة اللي بتتعاش بأقصى طاقة وإمكانات. مظبوط. المصادر بتوصف تصميم معماري تخيلي لمهندس اسمه ديفيد دي وان، عبارة عن مبنى متصمم عشان يمرر الإنسان في مراحل من التدرج. يبدأ بمساحة للدردشة، بعدها مكتبة، لحد ما يوصل في آخر المبنى لغرف عزل تامة مخصصة للعمل العميق فقط. الفكرة مذهلة، بس لأننا مش هنقدر نهدم بيوتنا وشركاتنا ونبني الآلة دي، كان لازم يكون في بدائل سلوكية، أطر عمل نقدر من خلالها نحاكي العزلة دي في حياتنا العادية. والبدائل دي بتتمثل في 4 فلسفات أساسية لدمج العمل العميق في يومنا، وكل شخص يقدر يختار اللي يناسب طبيعة حياته. إيه هي الفلسفات دي؟ إن وظيفته هي الغوص لشهور في المعضلات الرياضية، مش الرد على رسائل الناس. طب دي طبعا مستحيلة للموظف العادي في شركة. أكيد. عشان كده الفلسفة التانية بتقدم حل أكثر مرونة، وهي ثنائية النسق. هنا الشخص بيقسم وقته بوضوح بين العزلة التامة والانفتاح التام. زي آدم جرانت مثلا؟ بالظبط. أستاذ علم النفس آدم جرانت بيطبقه ده بامتياز. بيجمع كل محاضراته واجتماعاته في فصل دراسي واحد، وبيختفي تماما في الفصل الدراسي التاني عشان يكتب أبحاثه ومحدش يقدر يوصل له. الفكرة هنا إنك بتدي كل حالة حقها بالكامل. ومع ذلك للناس اللي يومها متقلب، الفلسفة الثالثة بتكون هي الحل الأمثل، اللي هي الفلسفة الإيقاعية. دي بتعتمد على تحويل العمل العميق لعادة يومية، زي نظام السلسلة بتاع الممثل الكوميدي جيري ساينفيلد. أيوة، إنك تحدد مثلا من 6 ل 8 الصبح كل يوم للعمل العميق مهما كانت الظروف. الإيقاع ده بيشيل عبء اتخاذ القرار كل يوم. العقل بيبقى مبرمج إنه في الوقت ده هيدخل في حالة تركيز. أخيراً بقى الفلسفة الرابعة، وهي الأصعب، الصحفية. الصحفي والتر إيزاكسون كان بيقدر يكتب أجزاء من كتبه العظيمة في أي وقت فراغ متاح، حتى لو 20 دقيقة وهو مستني دوره في عيادة. بس دي بتحتاج قدرة عصبية مرعبة على نقل العقل من التشتت للتركيز في ثواني.
ودي مهارة بتاخد سنين عشان تتبني. صح جدا، مش أي حد يقدر يعملها في البداية. طيب اختيار الفلسفة المناسبة هو النص الطريق. النص التاني واللي المصادر بتركز عليه بشكل صادم شوية هو فكرة تقبل الملل. النقطة دي محورية. القاعدة المنتشرة هي إننا ناخد استراحات من التشتت ونقفل الموبايل ساعة عشان نركز. لكن الأبحاث بتقول العكس تماماً. إحنا لازم نبرمج حياتنا على التركيز وناخد إحنا استراحات محددة للتشتت. يعني الموضوع مش مجرد تدريب زي الجيم. الفكرة علميا هي إننا بنعمل تجويع للدماغ من هرمون الدوبامين الرخيص. بالظبط، لما الواحد يقف في طابور طويل أو يستنى صديق اتأخر عليه، العقل بيبدأ يهلع ويدور على أي محفز سريع، والإيد بتروح تلقائياً تسحب الموبايل. مقاومة الرغبة دي بقى والجلوس في الملل التام من غير شاشات، هي دي اللحظة اللي بنعيد فيها بناء المسارات العصبية في الدماغ. عشان يتعلم يواجه الصعوبة والتركيز بدل ما يهرب منهم. تحليل دقيق لآلية عمل الدماغ. بس عارفة، حتى لو دربنا عقولنا، في عدو خارجي بيحاصرنا كل يوم. اللي هو إيه؟ العمل الضاحل المتراكم، الإيميلات، الطلبات البسيطة، الإشعارات. عشان نقدر نتعامل معاه بدون ما يغرقنا، المصادر بتطرح مبدأ النهج الحرفي لاختيار الأدوات. المشكلة إن معظم الناس والشركات بتتبنى نهج اسمه أي منفعة. أيوة، وده نهج مدمر. يعني بنستخدم تطبيق معين أو منصة تواصل لمجرد إن فيها احتمال لفايدة صغيرة جدا، من غير ما نحسب الأضرار الجسيمة اللي بتعملها في تدمير انتباهنا. النهج الحرفي بيقول إننا لازم نتعامل مع التطبيقات زي ما النجار بيتعامل مع أدواته. يقيس الفوائد مقابل الأضرار. بالظبط. هل الأداة دي بتدعم أهدافي العميقة؟ ولو لأ، يبقى لازم نتخلص منها. وعشان نختبر ده عملياً، المصادر بتقترح تحدي قوي جداً: التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوم. الأهم إن ده يحصل في صمت تام، من غير ما نكتب بوست درامي إننا هنختفي. وهل حد هيحس بغيابنا؟ غالباً لأ. التحدي ده بيكشف حقيقة قاسية بس مريحة. بعد 30 يوم معظم الناس بتكتشف إن العالم ممشيش من غيرهم، وإن غيابهم ما أثرش على الكون، والأهم إن حياتهم الشخصية والمهنية متدمرتش، بل بالعكس بقت أهدى. ومن ضمن الآليات العملية المهمة لتجفيف المياه الضحلة دي هي جدولة كل دقيقة في اليوم. يعني الواحد بيعمل بلوكات وقت لكل حاجة، حتى وقت الراحة والإيميلات. ده بيسلب العقل فرصة اتخاذ قرارات عشوائية في نص اليوم، واللي غالباً بتنتهي بفتح يوتيوب وتضييع ساعات. التخطيط ده بياخدنا الخطوة في غاية الأهمية، بتعمل كفاصل بين العمل العميق والحياة الشخصية، وهي طقوس الإغلاق. الشات داون ريتشوال. أيوة، إننا نحط وقت صارم لإنهاء العمل، مثلاً 5:30 مساء، وبعدها مفيش أي قراءة الإيميل ولا نقاش في الشغل. الموضوع هنا مش رفاهية، ده مبني على أسس فسيولوجية. الدماغ البشري بيستهلك طاقة ضخمة جداً في العمل الإدراكي، والراحة المسائية دي هي الوقت الوحيد اللي بيعيد فيه بناء مخزونه من الطاقة لليوم اللي بعده. الأساس العلمي اللي بيخلي طقوس الإغلاق ضرورية هو ظاهرة بيسميها علماء النفس تأثير زيجارنيك. تأثير زيجارنيك؟ الظاهرة دي بتشرح إزاي المهام غير المكتملة بتفضل تطارد عقولنا. لو قفلت اللابتوب وفي إيميل مهم ما ردتش عليه، أو مشكلة متقفلش ملفها، العقل بيفضل فاتح لوب أو دايرة تفكير في الخلفية. عاملة بالظبط زي البرامج اللي شغالة في خلفية الموبايل وبتسحب البطارية. وصف دقيق جدا. عشان كده طقوس الإغلاق اللي فيها بنراجع المهام ونحط خطة واضحة لليوم اللي بعده ونقول لنفسنا خلاص الشغل انتهى، بتدي إشارة كيميائية للدماغ إن كل حاجة تحت السيطرة. ده اللي بيقفل الدوائر دي ويسمح للمخ إنه يطفي ويستريح بجد. من غير الطقوس دي الواحد بيفضل يستنزف رصيد طاقته العقلية وهو قاعد مع عيلته أو بيتفرج على التلفزيون. الروابط العلمية دي بتأكد إن إقفال باب الشغل هو فتح لباب الحياة الحقيقية. المقولة اللي المصادر بتختتم بيها دايماً: الحياة العميقة هي حياة جيدة. دي مش مجرد شعار رومانسي، دي حقيقة بيولوجية ونفسية. إحنا بنسترد إنسانيتنا لما بنسترد قدرتنا على توجيه انتباهنا للمكان الصح. رحلة استكشافنا للمصادر دي بتخلينا نشوف العمل العميق مش كأداة عشان نترقى في الشغل وبس، بل كطوق نجاة في عالم مصمم عشان يشتتنا. بس قبل ما ننهي الدردشة دي، في فكرة لازم نتوقف قدامها ونتأملها كويس. فكرة إيه؟ إحنا عايشين في لحظة تاريخية، الذكاء الاصطناعي بيتطور فيها بسرعة جنونية. لو كانت الآلة والبرمجيات قادرة دلوقتي إنها ترد على الإيميلات وتلخص الاجتماعات وتعمل الجداول
وتخلص كل العمل الضحل اللي كنا بنقيس بيه انشغالنا وإنتاجيتنا الوهمية. فإيه اللي هيتبقى لينا كبشر؟ بالظبط. لو فقدنا القدرة على التركيز والعمل العميق، هل هنصحى في يوم نلاقي إننا فقدنا المهارة الوحيدة اللي بتخلينا غير قابلين للاستبدال؟ هل إحنا بندرب العضلة الغلط وبنسيب الآلة تستحوذ على آخر مساحة بتميز العقل البشري؟ سؤال مرعب فعلا، بس يمكن يكون هو الدافع الحقيقي اللي يخلي كل واحد فينا يبدأ يبني برجه الحجري الخاص من النهاردة. شكرا لوجودكم معانا في رحلة البحث دي، ونتمنى تكون ألهمتكم تسترجعوا السيطرة على عقولكم وانتباهكم، وإلى اللقاء في استكشاف جديد.